السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض حاجة جميلة جدا وسهلة وسريعة كمان. الشغل اللي احنا هنشتغله النهاردة ممكن تستخدموا فيه اي بواقي خيوط عندكم. كمان فكرة جميلة جدا ان احنا نقدر نستغل بيها بواقي الخيوط، يعني مش شرط ان احنا نعملها لون واحد، يعني ممكن كمان نستخدم بواقي الخيوط كلها ان احنا نجمعها ان احنا نشتغل بيها الحافظه دي، ونشتغل كمان الحزام والوردات باي بواقي خيوط عندنا هتمشي وهتبقى حلوه جدا. كمان عايزه اقول لكم ان انا اشتغلت الحافظه دي بزهره اتيوليب في فيديو قبل كده، ان شاء الله اسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. اللي حابب يشوف الفيديو يدخل على صندوق الوصف. طبعا الحافظه دي استخداماتها كتير جدا ما بتخلصش خالص، بتنفع في حاجات كتير جدا، يعني ممكن نستخدمها توزيعات سبوع هدايا، ممكن واحنا خارجين نحط فيها حاجات شخصيه لينا في الشنطه بتاعتنا، ممكن حافظه ايربودز، ممكن للكوينز، ممكن للكروت، يعني استخداماتها بجد كتير قوي. فيلا كده بينا نبدا على خطوات عمل القمر الصغنن ده، ويلا بينا نقول بسم الله. الادوات اللي انا هستخدمها ابره مقاس 3.5، ابره مقاس 3.5، وكمان هنحتاج ماركر وابره تنظيف ومقص والخيط اللي هنشتغل بيه. طبعا ممكن تشتغلوا باي خيوط عندكم، بس اهم حاجه ان الخيوط دي ما تكونش رفيعه قوي مثلا زي الديفا، علشان بس تكون ماسكه نفسها شويه. انا الاول هشتغل باللون الاحمر، وبعدين هعمل الحزام بتاع الحافظه دي باللون الابيض. فيلا كده بينا نبدا على طريقه العمل. الاول هنعمل عقده بدايه، وهبدا ارتفع 20 سلسله، 1 2 3. انا كده اشتغلت 20 سلسله، هبدا ان انا ارتفع كمان سلسله، هسيب اول سلسله وتاني سلسله وهروح في ظهر السلسله الثالثه واشتغل غرزه عمود. طيب حد يسال يقول احنا ليه عملنا ارتفاع سلسلتين مع ان ارتفاع العمود بلفه ده بيكون 3 سلاسل؟ طيب احنا بنعمله سلسلتين ليه بقى في الشغل واحنا بنشتغل؟ علشان نحط بس الماركر كده، لما بنعمل ارتفاع سلسلتين بيكون الارتفاع ده مش واخد دوران كده وعامل فراغ بين الارتفاع والعمود. يعني لو جينا نشوف هنا كده، شايفين قفلة السطر اصلا مش باينة، شايفين؟ فدي بتفرق جامد في الشغل لما بنعمل ارتفاع العمود سلسلتين مش 3 سلاسل. فهبدا ان انا اشتغل كده فوق كل غرزه بتقابلني في ظهر السلسله بقى، يعني انا بدخل في ظهر السلاسل في الارتفاعات اللي بتكون ورا، وببدا ان انا اشتغل فوق كل غرزه غرزه عمود. طبعا ممكن تشتغلوها باي الوان، تدمجوا الالوان زي ما انتوا حابين. فوق كل غرزه غرزه عمود. طيب انا هفضل اكمل كده لحد ما اوصل لاخر السطر. شايفين ده السلسله اهي، ودي ظهر السلاسل الارتفاعات اللي ورا اهي. بدخل في الحلقه اللي ورا دي وابدا ان انا اشتغل غرز عمود لحد اخر السطر. هخلص وارجع لكم. انا كده بعد ما خلصت كل السطر من غرزه العمود، وكمان اشتغلت اخر غرزه غرزه عمود، بس في اخر غرزه دي بعد ما اشتغلت العمود بتاعها هاجي في نفس المكان او في نفس الغرزه هشتغل كمان 2 عمود. يعني اخر غرزه في السطر مجموع العواميد فيها هيكونوا 3 عمود بلفه. اتفقنا ان احنا لما بنيجي نشتغل في الناحيه التانيه دي، عشان اول غرزه تبان معايا ان انا بشد طرف الخيط ده لورا كده، عشان اول غرزه تبان معايا، لان في ساعات كتير جدا بتكون اول غرزه دي متداريه بسبب عقده البدايه. هبدا ان انا اجي بقى فوق كل غرزه كده في الناحيه التانيه واشتغل غرزه عمود. مستنيه رايكم في التعليقات في الحافظه الجميله دي، وما تنسوش طبعا لو الفيديو عجبكم تضغطوا لي على لايك وتشجعوني بكومنت، ولو لسه مش مشتركين في القناه يسعدني طبعا انضمامكم للقناه
كمان حابة اعرف بتشاركوني المشاهدة من اي بلد؟ كمان شاركوني كده بتشاهدوني من اي بلد؟ فانا هفضل مكملة كده لحد ما اوصل للماركر ده، وبعدين ارجع لكم علشان نشوف هنقفل السطر مع بعض ازاي ونطلع للسطر اللي بعده. انا كده جيت لاخر غرزة، شايفين ده كده ارتفاع السلسلتين اهو، ودي اخر غرزة. يبقى انا هدخل كده تحت الحلقة وهبدأ ان انا اشتغل 2 عمود في نفس المكان. ادي اول غرزة ودي تاني غرزة، يبقى انا اشتغلت في نفس المكان ده او في اخر غرزة في السطر 2 عمود. طب حد هيقول لي فين الغرزة الثالثة اللي هي زي التزايد اللي احنا عملناه هنا؟ فتالت عمود بعتبره العمود الاول في غرز التزايد، يبقى بحسب العمود الاول من غرز التزايد. فهدخل كده بقى تحت الحلقة بتاعة العمود الاول تحت الحلقتين كده، واسحب الخيط واطلع كمان من الحلقة اللي على الابرة. شايفين قفلة السطر مش باينة خالص ازاي؟ هبدأ ان انا ارتفع 1 2 وفي نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه غرزة المنزلقة. شايفين اول مكان اهو اللي فيه غرزة المنزلقة، هدخل كده واشتغل غرزة عمود. طيب برجع احط الماركر في اول عمود انا بشتغله، وببدأ اجي تحت الحلقتين واشتغل غرزة عمود. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي بجد بتفرح كمان الاطفال قوي لما بنكون حاطين فيها توزيعات للعيد او هدايا، بيفرحوا بيها جدا. طبعا احنا ممكن كمان نلعب بالشغل اللي عليها بحاجات كتير جدا، ونحط افكار تانية في الفينش بتاعها. طيب انا هفضل اكمل كده لحد اخر السطر وبعدين ارجع لكم علشان نقفل برضو السطر مع بعض ونطلع للسطر اللي بعده. طيب انا هنا كده وصلت لاخر السطر. خدوا بالكم علشان الغرزة دي ممكن تشتغلوا فيها يعني غرزة وتبدأ ان هي تتزايد معاكم كل سطر. الغرزة دي ما هياش غرزة بنشتغل فيها لان طالع منها الارتفاع. شايفين سلاسل الارتفاع طالعة منها، فمليش دعوة بالغرزة دي. فباجي في اول غرزة كده تحت الحلقتين وابدأ ان انا ادخل بالابرة، اسحب الخيط واطلع من الحلقة كمان اللي موجودة على الابرة. شايفين قفلة السطر مش باينة خالص. هرتفع سلسلتين 1 2 وفي نفس الغرزة اللي انا اشتغلت فيها منزلقة دي هدخل فيها تحت الحلقتين واشتغل غرزة عمود. وطبعا بعلم اول عمود معايا بالماركر علشان لما اجي اقفل الشغل في الاخر خالص. فببدأ كده ان انا اشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود تحت الحلقتين بالشكل ده. طيب انا هفضل ارتفع كام سطر كده؟ هنا انا ارتفعت ارتفعت 10 سطور. فانا هفضل اشتغل كده بنفس الطريقه لحد ما يكون مجموع السطور معايا 10 سطور، وبعدين ارجع لكم علشان نقفل القطعه دي مع بعض. وكمان نبدا ان احنا نشتغل الحزام الصغنن ده مع بعض والورده اللي كلها رقه دي. فهخلص كده وارجع لكم علشان نكمل باقي الشغل مع بعض. بس بفكركم اللي لسه مش مشترك في القناه ينزل دلوقتي يعمل اشتراك للقناه، وما ينساش يفعل الجرس، وكمان يشجعني بلايك وكومنت وشير كده مع الاصحاب علشان الكل يستفيد. هخلص كده وارجع لكم. انا كده خلاص بعد ما ارتفعت 10 سطور من غرزة العمود هنا خلاص اشتغلت اخر عمود وقطعت الخيط. هطلع بقى بالخيط هنا كده من هنا كده، وهبدأ ان انا اجيب ابرة التنظيف واكون اخر غرزة بابرة التنظيف. ده كده ارتفاع السلسلتين، ماليش دعوه بيه. ارتفاع السلسلتين اهو، بروح ادخل تحت اول بدخل في اول عمود تحت الحلقتين، وببدا ادخل كده بالابره. شايفين الخيط اللي طالع منين؟ انا هدخل في نفس المكان ده
اللي طالع منه الخيط، وبناخد كمان وبناخد كمان الحلقة اللي تحت. شايفين الحلقة اللي بتكون تحت الحلقة الخلفية دي بدخل فيها كمان، وابدأ اشد كده الخيط بتاعي وابدأ ان انا اظبط الغرز بايدي. تمام، شكل الغرز كلها اهي واحد. هبدأ ان انا انضف الخيط تحت الغرز. شايفين طريقتها سهلة وسريعة جدا، وفكرة جديدة جدا لتوزيعات السبوع والهدايا. هنا بقى هنقطع الخيط. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ انا عايزة اديكم مقاس القطعة اللي احنا اشتغلناها دي. العرض بتاعها 11.5، والارتفاع يعني برضو 11.5 نقول، سوري 10.5 او داخله على 11. شايفين يعني حاجه بسيطه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هنا اشتغلت رباط كده، هنبدا ان احنا ننفذ نفس الرباط ده تاني مع بعض لان احنا بنعمل منه 2. فهنبدا نجيب الخيط الابيض ده ونبدا نعمل عقده بدايه، وهبدا ان انا ارتفع 57 غرزه سلسله. 3 4 5 6. هنا كده بعد ما ارتفعت 57 غرزة سلسلة هبدأ ان انا اقطع الخيط من هنا كده، وهبدأ ان انا اطلع من الحلقة دي كده. تمام، يبقى انا كده خلصت الحزام بتاع القطعة بتاعتنا دي. دلوقتي بقى هننفذ مع بعض الوردة دي. انا هنا اشتغلت منها 3 وحدات. طبعا دي كده هتكون لجوه، علشان احنا بنحط كده ايه كل 2 على بعض زي ما احنا اشتغلناها هنا. تمام، بس طبعا بنقفلهم مع بعض، بنلزقهم بمسدس الشمع. فهنبدأ دلوقتي ان احنا ننفذ بقى الوردة الرابعة مع بعض. هنجيب الاول اللون الاحمر، طبعا اللون الاساسي اللي انتوا شغالين بيه هتبدأوا بيه برضو. انا هنا هشتغل باللون الاحمر. بنعمل دايرة سحرية، ان انا بلف الخيط كده او بعمل بصوا دايرة صغيرة كده علشان اللي لسه ما يعرفوش، يعني حاجة سهلة قوي. بعمل دايرة كده وببدأ ادخل بالابرة من هنا كده واسحب الخيط الطويل بالابرة. تمام، المفروض ان انا في العادي بشد بقى الخيط ده وببدأ ان انا اشد الخيط ده واقفل الدايرة دي على الابرة. لا، انا هلف الخيط كده على ايدي واسيب دي مفتوحة زي ما هي، وهاخد غرزة ارتفاع وابدا اشتغل جوه الدايره. ادخل في الدايره في الفراغ ده كده اللي هو الكبير بتاع الدايره ده، وابدا اسحب الخيط واشتغل غرزه حشو. انا هشتغل 5 غرز حشو جوه الدايره الصغيره دي. هدخل تاني اشتغل 2 3 4 5. كده اشتغلت 5 غرز حشو. هشد الخيط القصير ده هلاقي الدايره بتقفل معايا بالشكل ده. طيب دلوقتي انا هعمل ايه؟ هروح لغرزه الحشو الاولى اهي. غرزه الحشو الاولى اهي. هبدا ان انا ادخل تحت الحلقتين بالابره، مش هقفل باللون الاحمر. امال هنعمل ايه بقى؟ هنقفل باللون الابيض. طب هنقفل ازاي؟ شايفين بعد ما دخلت كده تحت الحلقتين بتاعه اول غرزه حشو هسيب اللون الاحمر ده وهجيب الخيط اللي لونه ابيض بالشكل ده. هبدأ اخده على سن الابرة واطلع من تحت الحلقتين واطلع كمان من الحلقة اللي على الابرة. يبقى انا كده قفلت بغرزة منزلقة باللون الابيض. تمام، هبدأ ارتفع 1 2 3. انا هسيب مسافة كده في الخيط الاحمر ده، بس هقطع بقى بحيث ان انا اشتغل عليها واثبتها مع الخيط الابيض وانا شغال. هاخد كده الطرفين دول اشتغل عليهم. بصوا انا بدخل بقى في اول غرزة تاني
اللي هي طالع منها الثلاث سلاسل دول، اللي هي اول غرزة حشو، بدخل فيها كده تحت الحلقتين. هاخد كمان الخيط ده وانا شغالة كده، وابدأ الف الخيط على الابرة واطلع، وابدأ ان انا اشتغل غرزة عمود في نفس المكان. هشتغل كمان عمودين، يعني مجموع الغرز في اول غرزة حشو هيكونوا 3 عمود بخلاف الارتفاع. 1 1 2 3، مليش دعوة بالارتفاع، انا بشتغل 3 عمود في نفس المكان، مليش دعوة بالارتفاع. هبدأ هنا ان انا ارتفع 1 2 3، وهروح على غرزة الحشو الجديدة. هدخل كده تحت الحلقتين، هسحب الخيط واطلع كمان من الحلقة اللي على الابرة. تمام. هبدأ ان انا ارتفع 1 2 3، وفي نفس الغرزة اللي انا اشتغلت فيها منزلقة دي، شايفين اهي، هدخل فيها واشتغل 3 عمود. 1 2 3. هبدأ ان انا ارتفع 1 2 3، واروح للغرزة الجديدة وادخل تحت الحلقتين واسحب كده الخيط واشتغل غرزة منزلقة، وابدأ ارتفع 1 2 3، وفي نفس المكان هشتغل 3 عمود. 1 2 3، وهبدأ ان انا اكرر 1 2 3، واروح للغرزة الجديدة اللي عليها دور. انا هقطع خلاص الخيط ده عشان ما بقتش محتاجاه، وخلاص ثبتناه. اروح للغرزة اللي عليها الدور، هبدأ ادخل كده تحت الحلقتين، اسحب الخيط واطلع كمان من الحلقة اللي على الابرة، وبعدين ارتفع 1 2 3 في نفس المكان، اشتغل 3 عمود. 1 طيب انا خلاص كده عملت اخر وردة. هبدأ ان انا اجي في اول غرزة خالص اللي هي قفلت فيها بمنزلقة، وهسحب الخيط وهطلع كمان من الحلقة اللي على الابرة، وبعدين هعمل سلسلة ارتفاع كده، وهبدأ ان انا اقطع الخيط، وهطلع كده من الحلقة دي كده هنا بالابرة كده، وهبدأ ان انا اخد الخيط ده تحت الغرز كده. اللي لسه مكمل معايا الفيديو وناسي يعمل لايك، ينزل دلوقتي يعمل لايك للفيديو، ولو لسه مش مشترك في القناة طبعا يعمل اشتراك للقناة وكمان تفعيل الجرس. وكمان عايزاكم تشاركوني رأيكم في التعليقات في الشغل بتاع النهاردة. هنا كده خلاص انا هقطع الخيط ده بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي كده كل وردة معاها الوردة بتاعتها. خلاص هنبدأ بقى ان احنا نجيب ابرة التنظيف ونركب الحزام ده. هنشوف دلوقتي هنركبه ازاي. نجيب ابرة التنظيف كده، وهبدأ ان انا اجي في السطر التاسع. 1 2 3 4 5 6 7 8 التاسع اهو. هاجي من الجنب كده، شايفين من الجنب كده، هبدأ ادخل من هنا كده الجنب اهو. ممكن ادخل من هنا وابدأ اطلع كده، شايفين الخط بتاع الجزء اللي هو الخط بتاع السطر التاسع ده. بدخل وبطلع كده من بين العواميد. طبعا باخد بالي كده ان الطرف ده يكون في مسافه هنا كده، وببدا اكمل. انا كده ماشي على الخط بتاع السطر التاسع. هطلع من هنا كده بقى واسيب يعني شايفين دي مفتوحه ازاي، فهبدا ان انا هحاول طبعا ان انا اوسطن الخيط
هشد دي كده واحاول ان انا اخلي الاتنين يكونوا قد بعض. بالشكل ده. ركبت الجنب ده خلاص. شايفين انا دخلت منين؟ هبدأ ان انا اجيب الحزام التاني ده، وبرده هدخل كده. شايفين هدخل بقى منين؟ شايفين دي كده، ده الجنب اهو. هدخل من هنا، لازم دي تبقى فاضية معايا وانا بركب الحزام، يعني ادخل من جنبها كده وابدأ ادخل واطلع في نفس الاماكن اللي انا داخله وخارجه فيها للحزام التاني اللي انا ركبته الاول ده. شايفين بفضل اشد كده وبعدين اسيب جزء برضو كده من الحزام مفتوح الناحيه دي. انا جيت هنا للجنب اهو، في هنا دي خيط، جيت هنا للجنب ده. انا بقى هقفل الجنب ده بده بالخيط ده، يعني هاجي انا شايفين انا طالعه منين اهو، هدخل بقى هنا تمام وابدا اكمل عادي خالص كأن دول مش موجودين. تمام، يعني لازم يبقى واحد عكس التاني واحنا بنركبه. بالشكل ده. هنا بس هطلع ايه من هنا كده. بالشكل ده هبدأ ان انا اوسطن الاتنين مع بعض. هنا هبدأ ان انا اسحب الخيط كده شوية. بالشكل ده. طيب دلوقتي بقى انا هنثبت ازاي الوردات دي. انا بجيب مسدس الشمع وببدأ ان انا الزق هنا كده، احط من لزق الشمع، وابدأ ان انا امسك الطرفين دول كده واحط هنا كده. تمام، وابدا اجيب الورده التانيه بتاعتها واخلي الورقات على بعضها، يعني الورقه دي كده على الورقه دي، واخلي الطرفين دول طالعين من هنا كده. شايفين مش بطلعهم من نص الورده او الورقه نفسها، بطلعهم من الفراغ اللي بين البتله والتانيه، وببدا ان انا الزقهم كده على بعض الاول، وبعدين طبعا بكون حاطه على الطروف دي كده كمان من جوه مسدس شمع، وببدا ان انا الزقهم. بيجي عندي فاضل في الحته دي كده، لو اي حته مفتوحه عندي شويه احط فيها لزق الشمع، وبعدين ابدا ان انا الزق الوردات بتاعتي هنا. وكمان الناحيه التانيه هجيب الوردات دي والزقها برضو بنفس الطريقه. فانا هلزقها كده وبعدين ارجع لكم بقى علشان اوريكم الشكل النهائي بتاعنا بقى عامل ازاي. انا كده خلاص بعد ما لزقت الوردات ده، الشمع طبعا الزياده بنشيله بقى كده. وعايزه اقول لكم كمان ان احنا ممكن بدل الورده دي نستبدلها بفيونكه، ان احنا نشتغل قطعه مستطيله، وبعدين نمسكها من النص كده ونربطها، والناحيه الثانيه ونثبتها في، يعني نشتغل 2 قطع مستطيله وبعدين نربطهم مع بعض، وقبل ما نربطهم نثبت فيهم الجزء ده من جوه. ده افكار كده للورده ممكن نستبدلها بايه كمان. وممكن تكون زي الكوره اللي انا عاملاها هنا كده، لو تحبوا طبعا تنوعوا في الاشكال زي ما انتوا حابين. وده كده شكلها بعد ما بنربط الحزام بتاعها. طبعا لو احنا حابين ان احنا نربط الحزام ده كده كمان مع بعضه. شايفين بجد شكلها حلو جدا. شايفين ليها كذا فكره وكمان اشكال مختلفه. شايفين شكلهم بجد حلو قوي ومبهج قوي. وبس كده، دي كانت الاشكال بتاعه الحافظه بتاعتنا النهارده، جميله جدا وطبعا افكارها متنوعه. ما تنسوش ان انا هسيب لكم لينك طريقه عمل الشكل ده في صندوق الوصف اللي حابب يرجع للفيديو.
شكلها برده جميل جدا، عامله منها الوان تحفه قوي. اللي حابب يرجع للفيديو هيلاقي اللينك في صندوق الوصف. ما تنسوش طبعا تشاركوني رايكم ايه في التعليقات في الشغل بتاع النهارده. وطبعا لو استفدتم من الفيديو ما تنسوش تضغطوا لي على اللايك وتشجعوني كده بكومنت، وكمان تشاركوني كده بتشاهدوني من اي بلد. اشوفكم بقى كده على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.